لما تيجي تبص للعبة دي هيجي في دماغك لاعب كده في النادي الاهلي، ولما تيجي تبص على الترقيصة دي هيجي في دماغك نفس اللاعب. اما دي بقى علشان تتأكد ان هو فعلا ايوه بالظبط زي ما جه في دماغك دلوقتي. الاهلي حرفيا رايح يتعاقد مع محمد عبد المنعم جديد، لاعب اقل ما يقال عليه انه الصفقة السوبر للنادي الاهلي. تعالى بقى اعمل لك بروفايل كده عن اللاعب، اوريك في كل حاجة عنه، بس المرة دي البروفايل هيبقى مختلف شوية وهشرح لك لقطات بتميز اللاعب. فيلا صل على الحبيب ووحد الله ودوس اللايك بتاعك الجامد ويلا نبدأ. يوسف أيمن لاعب مصري قطري ولعب لمنتخب قطر، سواء منتخب قطر تحت 19 سنة أو منتخب قطر الأول، وكمان انضم لمنتخبات قطر تحت 20 سنة وتحت 23 سنة بس ما لعبش معاهم. حاليا بيلعب لنادي الدحيل القطري وده من أكبر الأندية هناك في قطر. يوسف مركزه في الملعب مساك، وفي بعض المباريات كده كان بيلعب باك رايت. كمان يوسف أيمن بيلعب برجله اليمين وقيمته التسويقية 350 ألف يورو بس، يعني حاجة كده مناسبة قوي للنادي الاهلي ومش هتكلف الاهلي كتير، خصوصا انه مدافع. وكمان اللاعب عملاق بمعنى الكلمة، طوله 190 سنتي، يعني في الكرات العالية هتلاقيه دايما رايح للكورة، ودي نقطة كنا بنعاني منها اننا ما عندناش مدافعين طوال بعد احمد حجازي. يوسف الموسم ده مع الدحيل لعب مع فريقه 23 مباراة، سجل 2 وصنع هدف. اللاعب ما بيعملش فاولات كتير على حدود ال 18، يعني لاعب هو فاهم بيعمل ايه كويس، وده لانه في 23 مباراة ما خدش الا 3 كروت صفراء وما خدش اي كارت احمر طول الموسم. اللاعب عموما مع الدحيل لعب طول تاريخه 58 مباراة، سجل 5 وصنع هدف. ولعب قبل كده مع فريق قطر القطري ولعب معاهم 38 مباراة، سجل معاهم هدف وحيد. الغريب بقى انه طول مسيرته الكروية ما خدش اي كروت حمراء، وكلنا عارفين ان مراكز الدفاع والوسط دايما لازم تاخد فيها كروت صفراء او حمراء، وده طبيعي. وتعالى كده اوريك كام لقطة للاعب. اول حاجة اللاعب هنا ما بيخافش لما بيتضغط عليه، بيطلع الكرة صح قوي وعارف هو بيعمل ايه كويس. وتعالى اوريك الكام لعبة دول وهتحس ان هو فعلا شبيه لعبد المنعم. واستنى علشان ارجع لك تاني. كمان اللاعب عنده نظرة كويسة قوي وبيقدر يفتح ويوزع اللعب على اليمين والشمال علشان يوجد ثغرات في دفاع الخصم. واللي عجبني فيه انه لاعب كورته كويسه قوي على الارض، بيقدر يلعب كور بينيه تضرب بيها خطوط الدفاع، وده التكنيك اللي اسمه اللعب بين الخطوط، وده المفضل لجوارديولا يعني عموما لانه بيحب اللعيبه اللي عندها الميزه دي. ده بعيدا طبعا عن التدخلات بتاعته، لاعب شايفه مناسب قوي للنادي الاهلي. اتمنى الصفقه دي الاهلي يخلص فيها في اسرع وقت. لاعب فعلا خامه محترمه تقدر تبني عليها في خط دفاعك مع عبد المنعم. وبكده يكون الفيديو خلص. ما تنساش بقى تدعمني باللايك وتصلي على الحبيب وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام.